كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض سحور الطيبين. فول بالسمنة والصنوبر، بيض بالعجوة والزعفران، بيض بالمرتة. بجد جبنة القريش دي تاخد جايزة نوبل للسلام النفسي. سحور الطيبين بيبدأ بفول بالسمنة أكيد، بس فول بالسمنة مش عادي، فول بالسمنة بتويست. هنعمل طشة صنوبر، هنحمص شوية صنوبر على النار، نطلعها بره في نفس الطاسة سمنة تاني، وننزل الفول مع التوم، ملح وفلفل وأكيد كمون. الفول هيقعد على النار 5 دقايق وهيكون خلص. البيض بالمرتة النجم بتاعه المرتة نفسها، سمنة مرتة وسيح، بيض، رشة فلفل اسود ونقطة ملح عشان المرتة بتملح. الجبنه بالطماطم هعملها بطريقه مختلفه، هعملها جبنه قريش. بصوا الطراوه بتاعتها وحلاوتها. هتبلها بشويه ملح صغيرين، كمون، فلفل اسود خفيف، وهزود شويه حبه البركه من عندي. هحط عليها شويه سويت كورن او ذره حلوه، طماطم مجففه شمسي مصري، وفي الاخر خالص هحط عليها شويه زيت حار. حبيت ارجعكم لايام زمان، ايام اجدادنا ما كانوا بيستعملوا السمنه البلدي والمرته. انا بستخدم دايما منتجات عزبتنا عشان بلدي وجاموسي و100% طبيعيه. مفيش رمضان من غير تمر باللبن، فانا هستخدم اللبن الجاموسي السكيمد بتاع عزبتنا عشان الدايت وكده، انتوا فاهمين. ونسيبهم يتنقعوا. عشان نعمل احلى بيض بالعجوه هنحتاج سمنه جاموسي، هنحط فيها التمر او العجوه، وهنا بقى ايه المستكه، ونحط عليهم البيض، نقلب بسرعه. وهنا يجي وقت بقى الفانيليا والزعفران، وكده بقى عندنا احلى بيض بالعجوه تحفه.